بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم كتلة إرادة والوطن الإسلامي يسعدنا قبل الدخول في صلب هذا اللقاء أن أثمن عاليا جهد جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم أثناء لقائه بعدد من الإعلاميين وتأكيده أن الأردن يقوم بواجبه الوطني والأخوي والعروبي اتجاه إخواننا في قطاع غزة، ولا ينتظر ثناء أحد أو إشادته. وفي هذا الصدد أشيد بالجهود الذي يبذلها الأردن في إيصال المساعدات الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة المحاصر والذي يتعرضون لتجويع إسرائيلي متواصل. ونثمن عاليا دور الهيئة الخيرية الهاشمية والقوات المسلحة في إيصال المساعدات سواء عبر البر أو الجو، وهذا كله بفضل توجيهات ملك الإنسانية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، الذي ما زال يرفع الصوت عاليا ويناشد ضمير العالم لوقف التجويع وهذه الحرب المجنونة في القطاع. صاحب المعالي أهلا وسهلا، شرفت زملائي، الله يمسيكم بالخير جميعا. هذا اللقاء يأتي في سياق حرصنا الدائم على تعزيز قنوات التواصل بين مجلس النواب وكتله والحكومة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن ويعزز جودة الخدمات في قطاع التعليم الذي يعد حجر الأساس في بناء الإنسان والمجتمع وضمان مستقبل أكثر إشراقا للأجيال القادمة. إننا ندرك تماما ثقل الأمانة التي تحملها وزارة التربية والتعليم ونوجه لهم كل التحية في ظل تحديات مركبة تمس صميم العملية التعليمية من منطلق حرصنا على الحوار الجاد وفتح قنوات لمعالجة بعض الثغرات. فإننا نشير إلى قضايا هامة، وأولها لفت النظر للأثر السلبي إحنا بنشوفه أثر سلبي مع الناس المستشارين إلنا لرفع قرار الحد الأدنى لمعدل. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا بسعادة نائب الرئيس النائب الأول أحمد هميسان، شرفت. إن شاء الله ما في شيء. إلى قضايا هامة، أولها لفت النظر للأثر السلبي لقرار رفع الحد الأدنى لمعدل الثانوية العامة لدراسة الطب وطب الأسنان إلى 90% وتخفيض عدد المقبولين بنسبة 20%، وذلك اعتبارا من العام الجامعي 25/26، حيث نعتقد أن ذلك يضر بعدد من الطلبة ويقيد